السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ريحانة أطلس. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال وبصحة جيدة. بالنسبة للوصفة تاع اليوم غادي نشارك معكم الفقاس البلدي، أو كاين بعض المناطق تسموه الفقاس المسوس، اللي ناجح 100% بدون كسور. فهاد الحلقة هذه غادي نشارك معكم جميع أسرار نجاح الفقاس. يعني واخا تكوني مبتدئة غادي تصايبيه. راه هاد الفقاس تيجي هشيش وتيجي مقرمص وتيحافظ على القرمشه واحد المده طويله. ندوزو لطريقه التحضير. نبداو على بركه الله. في اول مكون عندي هنا 8 الحبات ديال البيض اللي الحجم ديالهم متوسط. الا كانوا كبار غديروا 7 الحبات ديال البيض. هاد العدد ديال البيض راه تيجي مناسب. وهاد البيض منين غادي تهرسوه خذوا اصفر بيضاء. انا راه ما خديتوش، يعني اضطريت انني نهرس بيضاء من بعد باش غادي نزين الفقاس ديالي. يعني فاش قبل ما تخدموا البيض خذوا اصفر بيضاء. هنا انا غادي نخدم بالهاشوار. خديت هاد الاداه هذه الطراب باش تنطربوا البيض، هي باش غادي نخدم. يمكن لكم هاد العجينه تخدموها غير باليد، وكما يمكن لكم تخدموا بالغراف ديال الخلاط الكهربائي او الميكسور. يعني ضربوا البيض مزيان مزيان. هنا غادي نضيف 2 كؤوس ديال السكر غير مملوئين، يعني كأس لاروب في الواحد، وكل واحد تيوزن 150 غرام. يعني التوتال ديال السكر عندي 300 غرام. بالنسبه للمكونات غنخليهم لكم في صندوق الوصف اسفل الفيديو. وعندي هنا 2 كؤوس ديال الزيت اللي كل واحد فيه 160 مليلتر. المجموع ديال الزيت هو 320 مليلتر ديال الزيت، زيت نباتي بطبيعة الحال. هاد المكونات اللي عطيتكم راهم مضبوطين، راه يخرج لكم الفقاش رطب يعني طري ومقرمش في نفس الوقت. غادي نضيف كذلك هنا غنضيف بودرة الفانيلا وقليل ديال الملح. درت 2 غرام ديال الملح والقليل ديال بودره الفانيلا. يمكن لكم ديروا سكر فانيلا 2 اكياس، ويمكن لكم تنسموه بواحد الكيس ديال الزهر اللي ما تيبغيش الفانيلا. يعني التنسيم تيبقى على حسب الرغبه. وكاين اللي تيضيف فيه حتى القرفه، غير هي تعطينا اللون اللي مجهد للفقاس. هنايا عندي حبه حلاوه والنافع، معلقه صغيره حبه حلاوه ومعلقه نافع. غادي نضيفهم تما الفقاس اللي ما تيبغيهمش ما يضيفهمش، يعني راه هادو غير منسمات. انا تعجبوني في الفقاس داكشي علاش تنضيفهم. صافي هنا غادي نخلط كل شيء مزيان مزيان، يطربوا الحوايج مزيان. هما هنا راه البيض تخلط وتنحس بالسكر داب، يعني خاص داك الحبيبات تاع السكر ضروري يذوبوا. هاد العمل كاع تقدروا ديروها غير باليد. صافي هنا خديت اناء فاش غادي نخلط المكونات وغادي نوضع فيه الخليط. فهاد الاثناء غادي نضيف هنا كاس ديال السمسم زنجلان، كاس يعني راه بقياس كاس العنبه، الماء محمر ما حتى حاجه، غير مغسول ومنقي بطبيعه الحال. غادي نضيفو الخليط. وغادي نضيف كذلك عندي هنا كاس ديال اللوز اللي فزقته واحد الساعه من قبل حتى رطابوا الحبات ديالو، باش فاش تكونوا تقطعوا الفقاس ما يتهرش لكم. هذا راه سر من الاسرار. ولا ما بغيتوش تفزقوا اللوز غادي تهرمشوه، يعني ديروه كونكاسي وتخدموا به. درت كاس ديال العنبه ديال اللوز وزنته عاده فزقته. ويمكن لكم ديروا كاوكاو تا هو تيجي زوين، راه كاوكاو تقدروا ديروه تا هو تيجي زوين في الفقاس. انا تعجبني بعدا كاوكاو. وكما يمكن لكم تنقصوا في الكميه ديال المكسرات، كما يمكن لكم تزيدوا، يعني المكسرات تبقاو على حسب الرغبه. هنا خلطت دوك المكونات ندمجوا. غادي نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق استعملوا دقيق خاص بالحلويات، نوعيه ممتازه. عندي كيلو ديال الدقيق هو اللي عندي في الصوره، وغنقول لكم شحال خدا مني الفقاس. ضفت 16 غرام ديال خميره الحلويات، يعني 2 اكياس ديال خميره الحلويات، كل واحد من فئه 8 غرام. توتال عندي 16 غرام ديال خميره الحلويات. هنا تنبدا نخلط وتنضيف الدقيق غير بشويه كما تلاحظوا في الصوره، يعني ما تضيفوهش دفعه واحده باش ما يقصحش لكمش الخليط. انا هنايا راه خلطت، يعني وصلت للقوام اللي بغيت. دهنت شويه يدي بالزيت لان العجين تيكون يلتصق. هذا هو القوام ديال العجين، ما تقصحوهش بزاف
وما تجريوش بزاف. بالنسبه ليا انا بالنسبه للدقيق من داك كيلو شاطط لي 100 غرام، يعني خدا مني 950 غرام ديال الدقيق. صافي غنحاول ننزل داكشي من يدي. هذا هو الخليط. هنا باش غادي نسرح العجينه عندي الزيت هو باش غادي نطلق العجينه. هنا خديت اللاطات اللي غادي ندير فيهم الفقاص فاش نشكلو، درت عليهم ورق الطهي. يمكن لكم دهنوهم بالزيت وترشوا عليهم الدقيق او الزبده وترشوا عليهم الدقيق، راه الخليط تيلتصق. هذا الخليط راه تيكون يلتصق في اليدين. بالنسبه للعجينه ديال الفقاص راه ما تندلكوهاش، راه غير تلموها فقط، ما تدلكوش العجين ابدا. هنايا من بعد ما دهنت سطح العمل ودهنت يديا بطبيعه الحال، هنا غنحاول داك اللوز غنحاول نوزعه يكون بشكل متساوي، يعني فاش نشكلوا لي بودان خاص اللوز يكون عندنا بشكل اللي متساوي. صافي هنا تنحاول نشكلو، غادي نقسمو على 2 وكل قطعه غنقسمها على 4، يعني غنقسمو على حساب اللاطات ديالي. انا بالنسبه للفقاص راه غادي نوضعوا الكويرات في الميزان باش يجيوني يعني الشكل ديالهم مقاد، وانتم تقدروا اللي بغى يدير عينو ميزانو ما توفرش على الميزان ماشي مشكل. صافي هنا تندهن الميزان كما تلاحظوا تا هو بالزيت ولا توضعوا فيه التبصيل. غادي نوزن الكره وغادي نقسمها على كل كره غادي نقسمها على 4، يعني باش يجيني الحجم ديالو مقاد. راه بالنسبه للخدمه فاش نخدموا هذا الفقاص يعني راه خاص يكونوا الحبات يكونوا متساويين، ماشي بحال فاش تنخدموا غير للدار. داكشي علاش تنوزن الحبات. صافي هنايا من بعد ما وزنتهم تنبدا نشكل فيهم على شكل بودان كما تلاحظوا، اللي ما غيكون غليظ بزاف ما رقيق بزاف. وبالنسبه للحبات ديال اللوز راه تنحاول ندخلهم في العجينه لداخل كما تتشوفوا. الحبه اللي بانت لكم دخلوها للوسط ديال العجينه باش ما يكونوش عندكم كسور في الفقاص، لان غادي نديروه يطيب في الفران وديك الساعه تيبس اللوز ما تيبقاش فازق، يعني تينشف من داك الماء وتيوقعوا لكم كسور عند التقطاع ديال الفقاص. صافي هكا تنشكلو على شكل بودان، تنضغط على دوك الجنيبات باش يكون الشكل ديالو مقاد، ما تجيكمش واحد الجهه رقيقه وواحد الجهه غليظه. صافي وتنحطو في صفيحه الفرن وتنحاول نقادو كما تتشوفوا في الصوره. يعني ضروري ان البودان ديالكم يجي السمك ديالو واحد، ما ديروش واحد الجهه غليظه وجهه رقيقه، غادي يجيكم الفقاص الحبات ديالو ماشي مقادين، يعني غيجي شي كبير شي صغير. صافي غنبقى مستمره بالتشكيل ديال الفقاص حتى تنكمل الكميه اللي عندي كامله ونتلاقاو. هذا هو الفقاص من بعد ما شكلته كما تلاحظوا. هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها، 8 ديال لي بودان اللي تحصلت عليهم. راه كما تشوفوا الشكل ديالهم راه متساوي مقادين في الشكل ديالهم. ضروري الا بغيتوا الفقاص يجيكم مقاد غديروا هذه العمليه، راه تاكد عليها. الفقاص راه هي تتبعوا المراحل كما هما راه غينجح معكم 100%. هنا خديت حبه ديال البيض هي اللي غادي ندهن بها هذا الفقاص، غادي نضيف عليها القليل ديال الخل، ويمكن لكم تضيفوا عليها نسكافي قهوه سريعه الذوبان او القليل ديال الكاكاو اللي بغى اللون يجي غامق من الفوق. انا تنفضلوا الصراحه هكا غير بالبيض تيجي اللون ذهبي فقط، وغادي ندهن لي بودان ديالي كما تتشوفوا. بالنسبه انا استعملت بيضه، نتوما خذوا اصفر بيضه من الخليط في الاول فاش غادي تهرسوا البيض. داكشي راه قلت لكم في الاول وتنعاودها لكم دابا تنأكد عليها. نورمال تاخذوا اصفر بيضه من الخليط في الاول. هنا خديت واحد الشوكه صافي وغادي نحاول نشرط هكا الفقاص بهذا الشكل. هذا غير التزيين فقط تيبقى اختياري، اللي بغى سامبل يخليه سامبل، يعني تندوز هكا بشكل خفيف ماشي بزاف، ومره مره مسحوا الشوكه من دوك الشوائب باش ما يجيش المنظر ديال الفقاص خايب. فهاد الاثناء انا راه مشعله الفران ديالي، غنطيب هاد الفقاص على 160 درجه. الفران الكهربائي الا كان الفران الغازي غادي تشعلوا النار تكون مهيله، غادي تشعلوا عليه هي من التحت حتى تيطيب يتشمع مزيان، عاد تشعلوا عليه الفوق يذهب من الفوق. بالنسبه حتى الفران الكهربائي راه ضروري انكم تطيبوه تشعلوه غير من التحت عاد تشعلوه من الفوق باش ما يطرطق لكمش الفقاص من الفوق، باش ما يجيوش عندكم شقوق من الفوق ديال الفقاص. كما تلاحظوا انا الفقاص ديالي راه طاب، وخديت واحد الكيردون هو باش تنجرب العجينه ديالي واش طابت ولا لا. هنايا غادي ندوزو باش نقطعوا الفقاص. انا خديت سكين عادي اللي ماضي مزيان ومباشره الفقاص باقي سخون كما تلاحظوا صافي، وتنقطع في الفقاص ديالي. راه هنا راه وضعت عليه واحد الزيف على لي بودان اللي عندي باش ما يبردوش.
مباشره من الفران. يعني غادي نقطع الفقاس ديالي كما تلاحظوا، راه ما كاين لا كسور لا حتى حاجه. ديروا هاد العمليه راه تتنجح 100%. في حاله الا ما عندكمش الوقت وما قدرتوش تقطعوه ديك الساعه، غادي ديروا واحد الزيف يكون فازق وغتعصروه مزيان مزيان وغتحطوه على الفقاس وتغطيوه بالبلاستيك وتخليوه حتى تتبعوه وقطعوه. ولكن انا تنفضل انني نقطعه سخون، راه سخون وكونوا اكيدين ما غاديش يتهرس لكم الفقاس، ما غيكونوش عندكم كسور. صافي من بعد ما قطعت الكميه ديال الفقاس اللي عندي كلها، راه الطاوه اللي جبتها تنقطعها. صافي تنستفو هكا فلاطه ديال الفرن وغادي ندخلو يتحمر. بالنسبه للفقاس غادي نحمرو على 160 درجه، راه خاص النار تكون مهيله الا بغيتو تحصلوا على نتيجه اللي تكون مزيانه. بالنسبه في التحمار ديال الفقاس راه الفران تنشعلو من الفوق ومن التحت، ضروري انكم تشعلوه من الفوق ومن ماشي ضروري الصراحه، كاين اللي عنده الفران ديال الغاز تشعليه من واحد الجهه، يعني غادي ديروه تهبطوه لتحت حتى يتحمر وتقلبوا الحبات ديالكم وعاودوا تحمروهم. اما بالنسبه للفرن الغازي شعلوه من الفوق ومن التحت باش يتحمر لكم بشكل اللي متساوي. هنايا انا الفقاس ديالي ها هو تحمر، يعني خدا اللون ديالو. للامانه انا راه دخلته 2 مرات الفران، راه هانتوما تتشوفوا اللون ديالو مشى متساوي. في المره الاولى ندخلو حتى يتحمر ولكن ماشي تيتحمر مزيان، تيبقى شويه ابيض. تنخرجوا من الفران ينشف يعني يبرد مزيان، تندخل طاوه اخرى حتى تيبرد الفقاس ديالي كامل ونكمل الطياب ويبرد الفقاس كله. تنعاود ندخلو الفران مره ثانيه باش داك اللوز تيتحمر مزيان وباش الفقاس تيبقى محافظ على القرمشه واحد المده اللي طويله. راه الطياب هو اللي تيلعب الدور الكبير. ويعني الفران فاش غادي ديروا الفقاس خاص النار تكون مهيله باش يتحمر لكم حتى من الداخل، ما خاصش الفقاس يتحمر لنا غير من برا والداخل يبقى بيض. الطياب تيلعب دور وخاصكم الصبر. وراه يمكن لكم تحمروه غير مره واحده، يعني تدخلوه وتحمروه راه تيبقى محافظ على القرمشه، ولكن اللوز تيبقى بيض ما تيتحمرش. هذا علاش حمرته 2 مرات. هادو هما يعني كاع جميع الاسرار راه شاركتهم معكم ديال الفقاس باش ينجح معكم. انا متاكده واخا تكوني عمرك ما صايبتيه وصايبتيه بهذه الطريقه راه غادي ينجح معاك الفقاس. بالنسبه للكميه ديال الفقاس راه عطاني 4 تاع اللاطات كما تتشوفوا، يعني ماشي غير لاطه وحده. هنايا كما تتشوفوا هذه لاطه اللي تحمرات لي بزاف، نسيتها في الفران داز فيها الطياب، يعني هذه غنحتفظ بها غادي ناكلوها هكا في الدار. اما البيع راه ما نقدرش نعطيها للكليان لان فايت فيها التحمار. وبالنسبه هادو هما ثاني عاود لاطه اخرى فيها دوك البقايا وبعض الحبات اللي كاملين، يعني راه ما فيهش كسور كما تلاحظوا. هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها كلها، يعني راه ما فيهش كسور بتاتا. صافي هنا غنوريكم الشكل ديال الفقاس كي تيكون من الداخل. هذا الفقاس راه تيجي هشيش ومقرمش في نفس الوقت، راه ما تيجيش قاصح. الا بغيتوه يكون قاصح غتضيفوا نصف كاس ديال الحليب لهاد المكونات ولا ماء، راه غادي يجيكم قاصح. الا بغيتوه يجيكم بحال اللي درت بلا ما تضيفوا لا حليب لا ماء. هانتوما غنفتح وحده، هانتوما راه هانتوما مقرمش وهشيش واللون ديالو راه موحد من الداخل، يعني راه ما تيجيش بيض من الداخل. الفقاس الا جا بيض من الداخل راه ما تيجيش زوين في المذاق، يعني راه خاص يجي اللون يكون موحد. بالنسبه للثمن ديال البيع هذا الفقاس تنحسبوا 120 درهم الكيلو مخدوم باللوز. الا خدمتو بكاوكاو تنخدموا 100 درهم الكيلو. كما تتعرفوا الفقاس متعب جدا في الخدمه ديالو وتدوز من عده مراحل، هذاك الشيء باش الثمن ديالو مرتفع. والمكونات كما تتعرفوا راه الثمن ديال كل شيء تزاد، يعني راه تيتواصلوا معايا بعض الاخوات في الخاص تيقول لك لا راه الثمن غالي. الثمن ماشي غالي لان المكونات كل شيء تزاد، والناس اللي تيتقضاو عادي ماشي هما الناس اللي تيتقضاو بالجمله، راه الناس اللي تيتقضاو عندهم فرارن وداكشي تيتقضاو بالجمله راه تياخذوا بثمن اللي بسيط وما تياخذوش الجوده مزيانه ديال المكونات، يعني يقدروا يخدموا باللوز حار غامل ما عندهمش مشكل. وانا بالنسبه لي نهضر على راسي، راه الله شاهد بان تنخدم بمكونات اللي جوده عاليه، ما تنخدمش من طرف داكشي باش الثمن عندي مرتفع شويه. هذا هو الفرق اللي كاين.
وكما قلت لكم يعني راه تاع الحوايج كلشي ارتفع الثمن ديالهم، يعني راه هاد الشيء تاع الحلوى راه متعب وتيبغي واحد الوقت والخاطر باش ديري واحد الفينيسيون اللي تكون مزيانه. حتى لهنا غادي نكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. الى عجبتكم الوصفه ديروا جيم، اللي مازال ما مشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. بسلامه عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.